الخير البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم. جيت اليوم بوصفة تاع سهرات رمضانية خفيفة وبنينة وكامل نحبوها، اللي هي تيراميسو. نبداو بالمقادير. نحتاجو 125 غرام سكر، 200 غرام جبن ماسكربون او اي جبن ماشي مالح، 4 صفار تاع البيض، 2 باكيات غاطو بودوار، نسكافيه وكاكاو، و250 غرام كريم فريش خاصة بالحلويات اللي تخليها تجي خفيفة. أول خطوة واللي هي نفصل الصفار عن البياض، لأنه ما راحش نحتاجو البياض في هذه الوصفة. وإذا ما حبيتوش ترموه تقدروا تستعملوا في وصفة لامورينغ أو كريمة الزبدة. إذا حبيتوا وصفة كريمة الزبدة خلولي في التعليقات. طلع الصفار تاعي حتى يولي كلاغ، ما يتقونفلاش، لانه صفار البيض ما يتقونفلاش كيما البياض. مباشرة نروح نوجد لو سكر كوي تاعي، ما سميتوش سيرو، سميتوه سكر كوي، لانه ندير شويه تاع الماء مع الكميه تاع السكر تاعي اللي هي اكبر من كميه تاع الماء. نار ونستنى حتى يلحق 117 درجة. نقدر نستعمل ترمومتر ونقدر نستعمل طريقة تاع لابول في الماء، بصح انا نفضل الطريقة تاع الترمومتر باش ما نبقاش نخسر في السكر كوي تاعي وتهبط درجة الحرارة تاعو. لحد الدرجة اللي يعني حبتها اللي هي 117 نحيه ونديرو في صفار البيض باش يتعقم. وكما شفتوا مزدوش على مرة، درتو على شكل خيط، يعني نزيدو تدريجيا. ها نزيد الكمية تاع الماسكربون، او كما قلت المهم يكون جبن ماشي مالح. تقدروا تستعملوا ماسكربون او كيري او حتى جبن لو برغر، ونخلط بالباتر. نحط الخليط تاعي اكوتي، ومن جهة اخرى نطلع لاكريم خاش تاعي اللي لازم تكون باردة وتكون 35% دهون، خاصة بالحلويات اكيد. نجيب الخليط الاول تاعي ونزيد عليه لا كونتيتي تاع لاكريم فريش. روحوا للمونتاج. انا درت هذا الكيسان وانتم استعملوا واش متوفر عندكم. اولا نفوت نشرب الكاطو بودوار في النسكافيه ذايبه في الماء ونحطها كطبقه اولى، ومن بعد نزيد الطبقه الثانيه تاع الكريمه. نزيد طبقه ثالثه تاع الكاطو، ونزيد فوقها طبقه اخيره تاع الكريمه.
زين، انا راح ندير سامبل، راح ندير بالكاكاو فقط. انتما لكم الاختيار. ملاحظة فقط، الوصفة الاصلية تاع تيراميسو ما نديرو لهاش الفواكه، فيها كاكاو فقط، ولكن لكم الاختيار، تحبوا ديروا فاكهة معليش. وهذا هو الشكل الأخير تاع الوصفة تاع اليوم. إن شاء الله تجربوها ما تندموا عليها. خلوا لي تعليقاتكم على الفيديو تاع اليوم، وما تنسوش تدعموني بجعم وابوني. إذا حبيتوا بارطاجيو مع صحاباتكم. باي.